السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة، ونبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوتيوبر جالهم حالة كده من حالة الهوس. تبص تلاقي سبحان الله رغم انهم قنوات كبيرة جدا، ولكن انا صراحة يعني مستغربة للي بيحصل. تبص تلاقي ايه، اغلبهم بقوا شايفين اقرب حاجة للشهرة او تجميع المشاهدات هي الكذب. الاغلب الفترة اللي فاتت دي طالعين بحاجة غريبة جدا جدا. الاول لازم تعرفوا في الفيديو، بس ما تصدقوش كلامي طبعا، لان انا طالعه يعني طالعه بستهبل عليكم في الفيديو ده، وهقول لكم ايه بقى، ان انا حامل ماشي. هو ده بقى اسرع طريق للشهره دلوقتي، تمام. واستنوا ان شاء الله فيديو سقوط الحمل قريب ان شاء الله، ما تقلقوش يعني، تمام. تبص تلاقي كل واحده فيهم طالعه تقول لك انا حامل. طيب هو يعني سؤال، على فكره هي لو حامل بجد مش هتقول، عمرها ما هتقول، لان احنا شعب او احنا ناس يعني مقتنعين قوي بالحسد. فتبص تلاقي دايما اللي حامل ما تقوليش خالص دلوقتي، اصبري كده لما ده، اصبري يا بنت اصبري، ما تقوليش لحد اللي بعد ما يعدي 4 شهور ويعدي 5 شهور والعيل يجري في بطنك كده عشان ما حدش يحسدك. دي بقى تبقى يا دوب لسه عامله تحليل الحمل، وممكن تكون جايبه البتاع اصلا ما تعرفيش هي جايباه منين اصلا وطالعه توريهولنا. احنا مالنا يعني معلش، بس اقنعيني، يعني اقنعيني، يعني خلينا نتكلم بالراحه كده، اقنعيني ايه مدى المحتوى الهادف بتاعك اللي انت بتقدميه عشان تطلعي لي البتاع بتاع التحليل، وهو ممكن يكون مش بتاعك اصلا وطالعه توريهولنا. المتابعين مالهم؟ المفروض ان انت ليكي محتوى بتقدميه. متابعينك مالهم؟ حملتي، سقطتي، كلتي، ما كلتي. الفتره دي لاحظت موضوع الهوس، هوس بجد، قنوات مليونية والله العظيم، قناة ويمكن فيهم لسه آخر واحدة أنا واحدة من الناس صدقتها أنا حامل، ومش هذكر اسمها لأن أنا ما بستغلش حد ولا أسماء حد عشان أتشهر عليه، مش أنا. والله العظيم أنا واحدة من الناس. لا يعني مش معقولة هي هتطلع تقول أنا حامل، ده يعني هي أكيد حامل بجد، وقد كان يعني ما شاء الله من كام يوم، لا اصل خلاص الحمل ما حصلش نصيب. طب انتوا بقيتوا شايفين ان هو اقرب طريق للشهرة هو الكذب؟ طب انتوا فين اصلا خوفكم من ربنا؟ على فكرة ده بتتكتب بتتسجل عليكم كذب. على فكرة انا هرجع اقول يمكن العيب مش عليهم، العيب على المتابعين اللي بيتابعوهم. احنا مالنا؟ انت واحدة بتاعة طبخ، انا مالي؟ انا كمشاهد انا مالي حملتي ولا سقطتي ولا ايه ده؟ يعني بجد هرجع تاني واقول للاسف في قنوات مليونيه كبيره انتوا عريتونا قدام العالم. انتوا خليتوا الناس كلها بتقول اقفلوا النت عن مصر، وانا واحده من الناس بقول يا رب النت يتقفل عن مصر. بجد احنا بنشوف حاجات غريبه. هو انا لازم اطلع اقول للناس انا حامل وبعد شويه اقول لهم انا بقول لكم، انا في اول فيديو قلت لكم انا حامل واستنوا فيديو السقط قريب، تمام؟ طالما هو ده اللي بيشهر بقى، ايه ده؟ ايه مستوى الانحطاط اللي احنا وصلنا ليه ده؟ احنا رايحين على فين؟ تقول لا في المحتوى اللي انتوا بتقدموه. انت بتمثلي بلدك قدام العالم كله بالمحتوى بتاعتك، عشان بقى ليكي قناه على اليوتيوب واتشهرتي وبيتقال عليك الاعلاميه. راحت الاعلاميه اللي جت وانت فاهمه في اي حاجه، والمفروض ان انت المحتوى بتاعك محتوى طبيخ، وطالعه تقولي لنا حامل وبعد كده تقولي لنا سقطتي. طب يعني انتوا في ايه؟ يعني انا مش فاهمه بجد، انا نفسي حد يقنعني. احنا مالنا؟ انت حامل، انت سقطتي، احنا مالنا؟ في قناه تانية والله يعني برضو مش هذكر اسمها، انا فوجئت لقيتها في الاول قالت انا حامل، راحت قناه تانية نقد قالت لها لا ده انت مش حامل وانت بتضحكي على الناس، وبعد شويه هنشوف فيديو السقط، تمام. راحت عشان تقنعها ان هي حامل، راحت العياده وعملت سونار وبتصور السونار. ايه ده؟ انتوا بتستخفوا بعقول الناس. صدقيني لو انت حامل والله قسما بالله ما هتصوري ولا هتعملي اللي انت بتعمليه ده. راحوا الناس المفروض ان هي عامله سونار وحامل في شهر، يعني يا دوب انت لسه حامل في ايام. للاسف كذبتها، الناس قالوا لها في التعليقات، وانا لما شفت شكل السونار ده بتاع عيل كبير يا جماعه، مش واحده بتعمل سونار في شهر. يعني انت بتستخفي بعقولنا ليه؟ انت بتستخفوا بعقول المتابعين ليه؟
ففي المتابعين في التعليقات قالوا لها على فكره البيبي اللي في السونار ده بيبي كبير. ايوه ايوه، يعني 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 البيبي في السونار ما شاء الله، رجله وراسه وايديه. ايه يا جماعه انتوا، في واحده حامل في ايام لسه ما كملتش شهر ورايحه عامله لي سونار عند الدكتوره والعيل، يعني انت كدبتك ما فيش والله قسما بالله ما عدى 3 ايام وبتصور لنا من على السرير وهي نايمه وتقول لك انا سقطت، اصل ما حصلش نصيب من بعد. انتوا حسدتوها، انتوا حسدتوها. شفتوا بقى وهي لما راحت عملت السونار والله العظيم انتوا حسدتوها. فيعني بجد هو العيب مننا احنا حسدناكي. تمام، استخفاف للاسف، حاجه تحزن والله، حاجه تحزن. كنتوا هرجع تاني واقول عريتونا قدام العالم كله. بجد من حق الناس كلها خارج مصر يقولوا اقفلوا قطعوا النت عن مصر. انا واحده من الناس رغم ان انا عندي قناه على اليوتيوب وليها محتوى، ومع ذلك بقول الافضل ان النت يتقطع عن مصر، لان بقت حاجه يعني بصراحه حاجه صعبه جدا، حاجه بجد تحزن. يعني عشان اتشهر اطلع اكذب انا حامل انا سقطت، عشان اتشهر اطلع اشتم في فلانه، اطلع اعمل عليها بس والتانيه تقوم عامله عليها بس، ودي تشتم في دي ويخوضوا في اعراض بعض. ايه ده؟ والناس تتفرج، ومحتوى محترم كده زي حالاتي محدش يتفرج عليه اصلا. محتوى زي ناس كتير جدا اعرفهم والله محتوياتهم محترمه جدا. محتوى زي مطبخ ام احمد للاكل البيتي، ام لمار، يوميات المنى، كتير جدا. يعني بص انا مش عايزه انسى حد. قناه ميرو، يوميات ميرو، حاجه يعني والله العظيم قنوات محترمه جدا جدا، وبيقدموا محتوى فعلا احسن منك يا صاحبه القناه المليونيه اللي طالعه بتقول لنا انا حامل وبعد كده تطلعي تقولي لنا انا سقطت. والله احسن منكم. اغلب القنوات المليونيه دلوقتي ما عادش عندهم محتوى اصلا غير انهم يعملوا مقالب في بعض، غير انها تطلع تكذب وتقول لك انا حامل وبعد كده تعمل لك فيديو تقول لك انا سقطت، غير انها تطلع تشتم في فلانه وفلانه تقوم عامله عليها لايف وتشتم فيها. مقالب الخيانه الزوجيه. يعني قناه محترمه محترمه للاسف. فوجئ يعني من كام يوم عاملين انا ما بذكرش اسماء حد ولا هذكر، ولكن من كلام انتوا هتعرفوا القنوات دي مين. ايه ده؟ انت قناتكم محترمه، وامك الله يرحمها كانت القناه بتاعتها محترمه وعملت محتوى رائع بصراحه، تيجي يعني مقلب الخيانه ومراتك تخش تلاقيك جنب واحده على السرير. هو ده مقلب الخيانه. احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ اتقوا الله بجد، اتقوا الله في المحتوى اللي انتوا بتقدموه، اتقوا الله في عقول الناس اللي بتشوفكم يا جماعه. يا المتابعين اللي بتقعدوا تسمعوا وتتفرجوا عليهم، ما تتفرجوش، دول بيستخفوا بعقولكم والله العظيم، بيستخفوا بعقولكم. المفروض يعني انت قناه كبيره مليونيه محتاجه ايه؟ اشتغلي على محتواكي. انا محتوى روتين اعملي روتين، محتوى طبخ اعملي طبخ، محتوى بعمل افلام قصيره زي القناه بتاع ماما سناء الله يرحمها لما كانت بتجيب لنا قصص حلوه كده من الحياه بتحصل معانا كلنا وكلنا كنا بنستفاد منها. اشتغلوا. مش دلوقتي اللي متجوز ومعاه 4 عيال يروح يعمل لي فرح واستنوا هعمل فرح والسيشن والفستان وجرر وراه 4 عيال، تقوم القناه المليونيه التانيه لا ازاي بقى؟ يعني انت تعمل فرح لمراتك وانا ما اعملش فرح لمراتي، ويروحوا يصرفوا على قاعات وسيشن الافات مؤلفه. حرام عليكم، حرام عليكم، اتقوا الله والله العظيم، اتقوا الله بجد. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اشتغلوا في المحتوى بتاعكم. طب ايه يعني انا طب خلاص تمام، انتظروا بقى ان شاء الله الفتره الجايه دي. في شويه فيديوهات كده هعملها. الاول لا خلينا بس في الجواز الاول، هعمل هجيب فستان وهعمل فرح ليا من جديد تاني. تمام، وبعد كده هقول لكم بقى انا حامل، وبعد كده هقول لكم انا سقطت. حلو كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يعافينا ويهديكم. هو اتمنى ان انا اكون معلش يعني انا بشوف حاجات والله بحاول اتكلم فيها معاكم، لان حاجات فعلا بجد بقت تخنق. ربنا يهديهم. اشوفكم على خير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اعملوا له لايك للفيديو واشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.